السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة ازاي تعرف ان تيل الفرامل بتاعك خلص. هنبدأ كلامنا عن التيل العادة او الطبلة او التيل. التيل ده بيبقى عبارة عن فردتين او باب، في ناس بتقول عليه اسامي كتير زي ما انت شايف كده. فردتين تيل ومشرشر وسوستتين، ولما انت بتدوس التيل بيمسك في الجنط معروف يعني. فازاي تعرف ان التيل ده خلص؟ بتعرف ان التيل ده خلص ببساطة ان انت بتلاقي السوستة شدت معاك على الاخر والفرامل بتضعف معاك، يبقى معنى كده ان التخانة بتاعت التيل ده قلت. السوستة زي ما انت بتشدها كده كل فترة بيبقى فيها علامة طبعا، فلما بتلاقي الفرامل ضعفت والسوستة جابت اخرها معاك فتفهم ان التيل ده خلص. فبتحل الفردة وبتنضف مكان التيل، لان بيبقى فيه برودة تيل وبيبقى فيه شحم. تنضف كويس وتركب التيل الجديد بتاعك وتقفل الفردة. وطبعا التيل العادة بيقعد وقت اطول بكتير عن التيل الباكن، وبيكون اقتصادي وعملي وعطله قليلة. شايفين هنا الفرق بين التيل القديم والجديد، وهنا كمية البودرة بتاعة التيل والبرادة. فالأحسن لما تركب تيل جديد تنضف مكان التيل القديم، يعني ده الشغل الصح. قولنا برضه لو الميكانيكي بتاعك بينضف ولا مبينضفش. بتركب السوست وتمسك التيل قصاد بعضه وتبيت ناحية وبعدين تبيت الناحية التانية. يعني طريقته سهلة ومعروفة وممكن أي حد يعملها لنفسه، ما فيش فيها مشكلة. ونأكد على الجنط إن مفيش فيه ريجة، إنه كله متساوي. تنضفه برضو، بعد كده تقفل الفردة بتاعتك وتظبط الفرامل ويبقى انت كده تمام. بعد كده هنتكلم لو انت معاك تيل فرامل باكم. تمام، ازاي تعرف ان التيل الباكم خلص؟ هتلاقي الفردتين التيل قربوا من الاسطوانة، مفيش بينهم مسافة، يعني الحديد على الحديد. وهتلاقي بستم الفرامل اللي هو الجزء اللي بيلمع ورا ده هتلاقيه طالع لبره على الاخر. تمام، وهتلاقي ان زيت الفرامل ناقص لتحت معاك، بس هتلاقي الفرامل شغالة. تمام، الفرامل هنا مش هتضعف ومش هتقل ومش هتروح، مش هيحصل اي حاجة. فلازم انت تاخد بالك، لان الفرامل هتفضل شغالة حديد على حديد وهتاكل منك الاسطوانة. تمام، طبعا برضو بتنضف باستخدام سبراي مخصص للفرامل. لو ما عندكش سبراي ممكن تستخدم بنزينة برضو عادي، بنزين او يفضل بنزين 92، يعني بلاش جاز وبلاش الكلام ده على الفرامل. وبعد البنزين المفروض تغسل بمياه بصابون. وهنا لما بترجع البستم بتلاقي ان مستوى الزيت ارتفع معاك تاني، وهنا هو بيجيب صنفرة وبينضف الاسطوانة من مكان التيل القديم. بيأكد على الكاليبر. الطريقة دي تنفع لمعظم الموتوسيكلات الباكن طبعا، F250، هورنت، بنيلي، اي حاجة. معظم الياباني، معظم الفرامل الباكن هي على نفس النظام ده. الكتل النايزن، الكتل F250 والال وكل ده نفس النظام ده. هنا بيحط شحم مخصص للفرامل، مخصص للفرامل مش اي شحم. تمام، وبيحط على اماكن ارتكاز التيل على الماستر، وبيأكد على الصاجة اللي التيل بيمشي عليها، دي مهمة برضو في اي ماستر باكن بتكون موجودة بنفس الشكل او بشكل تاني على حسب التصميم. تمام، ويبقى فيه سوستة تانية صاجة فوق. تمام، تأكد ان اجزاء الماستر بتتحرك معاك بسلاسة، مفيش حاجة قفشة، مفيش حاجة محملة. وتركب المسامير بتاعتك تاني.
بتربط كويس، نضف كل حاجة. ده الشغل الصح طبعا. وعرفنا الاسطى بتاعك شغال صح ولا شغال على الله. وهنا هو بيجيب كتالوج الصيانة عشان يعرف التورك او العزم على مفتاح العزم، عشان ده شغل صح بزيادة. عقبال عندنا كده يعني، كل مسمار بيبقى ليه تورك معين. زي ما انت شايف كده. يبقى الفرق بين التيل العادة والتيل الباكم ان التيل العادة الفرامل بتروح، التيل الباكم لما بيخلص الفرامل مش بتروح. ودايما خلي بالك من الفرامل، لان الغلطة فيها ممكن تكلفك حياتك وما ينفعش تهمل فيها. ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك في القناة. وهنا هو بيحضر الفرامل. وكل سنة وانتم طيبين.